حفلنا الكريم، ضيوفنا الأكارم. أما شاعرنا القادم شاعر ممتاز بصدق العاطفة وجزالة المعنى وعذوبة الألفاظ وقوة التعبير، وهو الشاعر علي مسعد العنيني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لم أحضر لهذه المناسبة لضيق الوقت، ولكن مهما جدنا في الشعر وتكلمنا عن الشعر والشعار أبدعوا، ولكن الشعار القدامى لهم إبداعات نعجز عن الوصول لها، لحد الآن ما وصلنا لها. ومواقف مشايخنا مشايخ جهينها القديمة يعجز التاريخ عن تسطيرها وتدوينها. ولكن تحضرني قصة أن أحد قبائل جهينة كان يرعى مواشيه خارج حمى القبيلة، وشاءت الأقدار أن ورد على عد ووجد عليه الشخص، وأبى هذا الشخص لأنه صاحب محل يعني أن يسقي له مواشيه. كبر الجدال، وضع حوضه ورماه، وضع الثاني مرة ورماه، وضع الثالث مرة ورماه، وأهوى عليه بعصا، والعصا صارت قاتلة، وركب ذلوله وشرد لأن الحكم في بدايته، وكانوا تابعين لأمارة حايل. شرد الرجال وارتكب راسه، وراه أمه وأبوه ومواشيهم، أخذوهم وودوهم الحايل وكرتنوهم في حوشل الدولة. ذهب الرجل لعدة مشايخ زبن عليهم، ما كان هم بطلين، رجال كاملين، لكن الحكم ببدايته كان صعب شوي في ظل الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. ولو ما فعل هذا ما ألف بين هذه القبائل المتناحرة التي أجاد العثمانيين بينهم كلمة فرق تسد. زبن على الشيخ سعد بن غنيم وأعلمه بالقصة وقال له اركب. ذهب به وطالب فيه حتى طلعه. وتهيض الشاعر المرحوم راشد بن مبارك العنيني بهذه الأبيات: يا راكبا من فوق تقعل صايل، يشذن صيدا حاميا في جفوله، ما فكر لعيالهم بالقوايل، ولا حافهن اللي مختم عدوله، ولا فيهن اللي شدت الذيل شايل، ولا سرحوا مخلولهن واندهوله عفوات لين السبع بانن كمايل. أنا وضح السبع للشباب الصغارين، السبع يعني السبع، السماء اللي تطلع في النجوم لجا وقت الربيع. ما فكر لعيالهم بالقوايل، ولا حافهن اللي مختم عدوله، ولا فيهن اللي شدت الذيل شايل، ولا سرحوا مخلولهن واندهوله عفوات لين السبع بانن كمايل. لمن تلا القيض غلق عزوله، ينصلب وقالت غريب الفعايل في كل ما يذكر غريب فعوله. ينصلب وقالت غريب الفعايل في كل ما يذكر غريبه فعوله. تلقى ببيتك إنه السوق ضايل، وتلقى على جال الدلال الرجوله متجلسين فوق جال العدايل، ونجر نجيب اللي غوي بالليوله عوق الردوم، اللي زمنين حايل، اللي شحمها شاتين عقب حوله، اللي شحمها له زمنين طايل، ومربع وادي تعاقب سيوله، ديدوب هجن واردات الثمايل، ديدب اللي غاب القمر تبعوله. غاب القمر والليل صرف ومخايل، خطوة الولد غادي عليهم نقوله، وديعه اللي قرع عن الفتايل، بالكون عند التلخوياه معقوله. يوم الخصيفان يبلي بالوحايل، ويصيح للشيخان ما عض دوله، بالشرب همه يوم سوت هوايل وترمي الاسلاب، تقلب هبوله لحقه ورده بالحيل والمحايل. قبل الشهر يبدي علينا هلوله، ودوه للقطاع في سوق حايل، جنعوا أهله بالشوف ما فكروا له، أخو سنيد في علوم الصمايل، ينبكم حيد عسير وصوله. أخو سنيد في علوم الصمايل، ينبيكم حيد عسير وصوله، لو إنها سنة هديد الشوايل، كان البوادي لن سعرضوا له، ذسره ورا الخارج والأمصار مايل، واللي يجي من شرق الأردن يقوله، يم الكويت ويم هاك القبايل، وأهل العراق اللي بسده دروله، من غير هالشيخة
تراها همايل، أما تجي تقليد ولا عموله، يا طول ما ساق المعادي غلايل، وعن عقب جده ما تقافت نزوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم